وهذا أخذ مني وقت حتى أبدأ التكيف سواء مع العادات أو مع شكل المكان. أحب أن أستلم هذا السفر من منطلق جملة قالها صديق من أصدقائك العرب الباريسيين ذات احتفاء بالشاعر عيسى مخلوف، أحمد أبو دهمان. نعم. لما تكلم عن سفرك بكلام موضع السفر في تجربة عيسى مخلوف كأليغوري لسفر لبنان، سفر لبنان في الحضارات، سفر لبنان في اختلاف الثقافات، في التاريخ، في كذا. السفر يعني يمكن ثيمة ولعنة مكتوب بإيجابياتها بسلبياتها مكتوبة على الإنسان اللبناني. أنت في مسرحية الست نضال الأشقر قدام باب السفارة، أبطالك اللي كانوا ممسوسين بالسفر، اللي كان فيهم جرثومة الهجرة والانتقال والاكتشاف العالم وكذا، أعتقد يعني في لهم صلة ما بلبنان الحضاري، لبنان اللي عايش مسافر بين الحضارات إذا صح التعبير. لا شك هناك صلة. يعني أنا بالنسبة إلي لبنان هو في حد ذاته بلد مسافر. لبنان يشبه الآيسبرغ، يعني هناك 3 أضعاف اللبنانيين في الخارج. النصف الأكبر من الآيسبرغ، النصف المخفي المهاجر، هو نصف يعيش خارج وطن الأم. وأعتقد أن هذا التبادل بين الداخل والخارج، يعني الداخل يشد الخارج والخارج يشد الداخل، وهذا التفاعل بين الطرفين لا شك ترك أثر كبير على لبنان واللبنانيين. يعني هناك طبعا الجانب السلبي للهجرة، وللبنان تاريخ طويل مع الهجرة، وموضوع المسرحية يتمحور حول هجرة الشباب من لبنان. الهجرة معلم أساسي في تاريخ لبنان الحديث، وكما هو معروف منذ نهاية القرن ال19 حتى اليوم أن هناك وفود من المهاجرين يخرجون من لبنان سنويا إلى الخارج ويتوزعون في كل الأصقاع المعمورة. يعني طبعا هذه الحالة مع الهجرة والتي أسبابها كمان معروفة بسبب وضع لبنان الجغرافي الصعب الحساس، بسبب الأوضاع السياسية المتعثرة، بسبب الوضع الأمني، بسبب الوضع الاقتصادي. مجموع هذه العوامل دفع اللبنانيين باتجاه، يعني عاشوا مغامرة السفر باتجاه إيجاد أمكنة بيتمكنوا يتابعوا دروسهم فيها بشكل عادي، يشتغلوا فيها، يعيشوا حياتهم مع أولادهم ومع أهلهم بشكل منيح فيها. إنما معظم الذين سافروا بقيوا على صلة وطيدة مع البلد الأم. من هيك البلد يعني هو فكرة، أنا أشعر بأنه لبنان فكرة أكثر ما هو مكان جغرافي محدود، لأنه كمكان جغرافي محدود هو مكان صغير جدا. وأنا أفاجأ أنه كلما سافرت في مكان في العالم، يعني سواء بأوروبا أو بأمريكا اللاتينية أو في أمريكا الشمالية وفي أي مدينة، أسمع لبنانية يتحدثون وأذهل، أقول كيف أن هذا البلد الصغير بحجمه الجغرافي قادر أنه يكون بهذا الشكل متسع وفائض في العالم أجمع، يعني موجود. أعتقد أنه من بين كل قليل من دول العالم أنه بلد بهذا الصغر يفرض حضوره في العالم بهذا الشكل، وخصوصا على المستوى الثقافي. يعني ليس هناك من مجال أن أذكر أسماء حتى لا أنسى بعض الأسماء. يعني أنه لما بذكر بالمسرح بالخارج وجدي معوض اليوم، أنه أحد ألمع الأسماء المسرحية في العالم. لما بذكر أمين معلوف اللي حصل على جائزة جونكور الأدبية الرفيعة في باريس كروائي. يعني هناك عدد كبير من علماء الاجتماع، علماء النفس، الفنانين التشكيليين. يعني أنا عندما وصلت إلى مدينة باريس التقيت بعدد كبير من الفنانين التشكيليين، وبالأخص من الرواد الذين لم يطبعوا فقط الفن اللبناني أو العربي، إنما كان لهم وجود في الفن في الحركة التشكيلية الأوروبية والعالمية. ويمكن أن أذكر على سبيل المثال أيضا
شفيق عبود وأسدور. نعم. يعني هي أمثلة بسيطة، وهناك أمثلة عديدة يمكن ذكرها بهذا الموضوع في العالم أجمع. يعني يمكن أن نأخذ مثلا الكاتب المسرحي وجدي معوض الذي ذهب من لبنان إلى كندا مع أهله وبقي هناك، وهو اليوم يعد أحد أبرز المسرحيين في العالم. هناك أيضا الروائي والباحث اللبناني أمين معلوف الذي نال جائزة جونكور الأدبية الرفيعة في فرنسا، وهو معروف على المستوى العالمي. يعني اللائحة تطول وليس هناك من مجال لذكر كل الأسماء. هؤلاء الناس لا شك يلعبون دورا مهما في عملية التواصل الحضاري. يعني هم سفراء بلد ليس فقط لبنان بل العالم العربي ككل، سفراء للخارج. يعني هن الوجه الحضاري لعالمنا، وهن بيساعدوا على هذا التواصل وهذا التفاعل الثقافي بين هناك وهنا، بين شرق وغرب، بين اللغات المختلفة. ويعني أتمنى أن يستطيع هؤلاء أن ينقلوا شيئا من هذا التفاعل، من هذا الانفتاح، من هذه التجربة التي عاشوها في الخارج وبين الداخل والخارج. أرجو أن ينقلوها إلى لبنان بالذات، خاصة ينقلوها ويؤثروا على الوضع السياسي في لبنان، لأن لبنان كمان ضحية هذا النظام الطائفي اللبناني اللي هو كمان يفقس حروب، يعني ينتج مصنع للحروب الأهلية ومصنع للتناحرات الطائفية التي عاش لبنان ويعيش منذ عقود من الزمن. هذا أحد التحديات الكبرى المفروضة اليوم على الثقافة والمثقفين في لبنان. حلو حبك للبنان، وحلو استكناهك لطبيعة لبنان. حلو الكلام اللي بتقولوه في آخر المسرحية، هالبلد من ريشو سره، بنسبه وبنغني له. يعني يعني البلد صحيح في سحر، يعني بلد في هيك علاقة، إذا بدنا نبسط الكلام، غرام وانتقام. يعني إنه في انتقام، في وضع متأجج، وضع غير مستقر سياسيا. لأنه كمان أفتح قوسين وأقول إنه لبنان غير محظوظ بسياسييه، بالطبقة السياسية الموجودة فيه، يلي كمان قايمة على التناحر وليس على الحوار. أستاذ عيسى، يعني في جملة أنت بتتكلم وهي بتتردد في بالي، حلتقطها من كلامك. أنت لما حكيت على السفر قلت إنه السفر بعدين، السفر للعالم لاكتشاف العالم، السفر للخارج، والسفر اللي يعني بيتعمق في الذات. ويمكن من هنا ندخل على تجربتك الشعرية، سفر في الذات مثل ما هو سفر في العالم. بدي يعني مثل ما حاولنا نكشف سر لبنان وسحر لبنان، بدنا نحاول نقول شيء على سحر تجربة عيسى مخلوف، الكتابة الأسرارية، النبرة الخافتة اللي موجودة، التلمس الخفي للأشياء في الكون، ومحاولة الإنصات وإرهاف السمع لكل تفصيلة، لكل أجواء ومناخاتها التجربة الشعرية. كيف تكاثفت معك وكيف عملت فيها تجربة الغوص على الذات وتجربة الانطلاق في العالم؟ يعني هل كتابتي كما تفضلت وذكرت في بداية هذا الحديث تنقسم إلى قسمين، قسم شعري وقسم بحثي. القسم الشعري الأدبي أخذ في 10-15 سنة الأخيرة مسارا جديدا بالنسبة إلي في تجربتي الشخصية. لم أعد أكتب القصيدة البيضاء الكثيفة بالمعنى، الأسطر المتتابعة المتلاحقة، القصيدة الصغيرة. صرت بحاجة إلى نص نثري مفتوح تبطل معه المسافة بين الشعر والنثر، لأن في هذا النص أستطيع أن أضمن أشياء كثيرة لا أستطيع أن أضمن النص الشعري فقط. آخذ من الشعر كثافته، غوصه في الحميم والعميق، إنما أفتح النص أكثر على مستويات أخرى كالفكر، كالفلسفة، كالفنون التشكيلية، كالموسيقى، كالعلاقة بالطبيعة. كل هذه المسائل موجودة في كواليس النص، يعني لا تصعد إلى سطح
في السطح هناك البعد الأدبي، الكثافة الشعرية الأدبية، إنما هذا النص يختزن كل هذه الأسفار التي تحدثنا عنها، وكل هذه التجارب التي عشتها، وكل هذه الأشياء الجديدة التي تم التعرف إليها، سواء بدءا من لبنان وحتى في الخارج. أما هذا الصوت الخفي الخفيض الذي تراءى لك والذي عبرت عنه بصورة جميلة، هو يشبه إلى حد ما المياه الجوفية التي تحفر بعمق وبصمت، لأن هذا النص الذي أكتبه منذ سنوات طويلة يمعن في الإصغاء. يعني وظيفة الإصغاء والتأمل أكثر مما هو وظيفة الكلام والحكي والرواية. يعني صحيح أن ظاهر النص سرد قصة، سرد حكاية، سرد سيرة ذاتية، إنما هذه السيرة وهذه الحكاية هي للتمويه. أولا الناس بيحبوا الحكايات، فهذه صيغة، هذا أسلوب للاقتراب من القارئ، من الناس اللي بيحبوا الحكايات. ألف ليلة وليلة أثرت حضارة بكاملها، لأنه فيها فتنة، هي الافتتان بالروي، إنما الحكاية تخفي وراء طبقات أخرى. هو هذا البعد التأملي اللي كنت عم أحكي عنه، يعني الاقتراب من السؤال، من جوهر الحياة والعالم، من حركة غصن شجرة يتحرك أمام الهواء، من الإصغاء إلى صوت الهواء في شجرة حور مثلا. تأمل كينونة البشر والحجر والشجر والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، والذي هو يعني مأهول ومليء بالأسرار. هو الكتابة محاولة الإصغاء للعالم والاقتراب قدر المستطاع من هذه الأسرار. وبلكي